السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. زي ما اتفقنا كل حاجتي حاجات بسيطة وخفيفة على قد الايد وتعمليها من البيت وهتسهل عليكي حاجات كتير قوي. بصوا، دي الجبنة اللي انا طلعتها من اللبن لما انا راب عندي، وحطيت له معلقتين الخل وبقى جبنة قريش زي ما انتوا شايفين كده. معايا جبنة رومي، معايا كوباية لبن، معايا معلقتين زيت. تعالوا معايا وانا هقول لكم هعمل ايه. حضرت الخلاط عشان احط الجبنه اللي انا طلعتها من اللبن. هعمل احلى جبنه كريمي واحط شويه اللبن، مش هحط كل الكوبايه، هنحط شويه. واحط كمان معايا معلقتين الزيت. يلا بينا اضرب الخلاط. خليكم معايا. نسيت اقول لكم نحط معلقه صغيره. بصوا باينه، معرفش راحت فين المعلقه. باينه اهي معلقه صغيره ملح، يعني نص معلقه مش معلقه كامله. ونحط الجبنه الرومي، وانا حطيت بقيه اللبن. اضرب بقى الخلاط وارجع لكم. بصوا الجمال. استنى كده بس ما اعمل لكم الخلاط كده. بصوا، لازم تضربوه ضرب مبرح في الخلاط عشان يبقى كريمي كده. جبنه كريمي بالرومي، حتتين رومي عندك متقطعين متكسرين كده، نستفاد بيهم مع مع الجبنه اللي طلعناها من اللبن اللي راب معانا. يلا معايا احطها كده ببوله واوريها لكم. وخلصنا الجبنه الكريمي بتاعتنا اللي عاملينها. بصوا 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 بصوا. اللبن ده تحطوه على حسب القوام، ومعلقتين الزيت على حسب الكميه اللي عندكم، وان شاء الله هتجربوها وهتدعولي. بصوا بصوا قد ايه عامله قد ايه. بصوا بصوا، من حته جبنه طالعه من شرش اللبن المقطع. بصوا بصوا، واو. واحد بقى يدوقها. جميله. ان شاء الله هتجربوها وهتدعولي، وبالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تجربوا الجبنه الكريمه بتاعتي اللي بالجبنه الرومي. عايزين تعملوها بالشطه حطوا، عايزين تعملوها باسمه الزيتون حطوا، بالفلفل الاخضر حطوا، بالحبه اللي هي حبه البركه. العبوا بقى في الجبنه الكريمي زي ما انتوا عايزين. وانتوا عارفين دلوقتي برطمان الجبنه الكريمي بكام. ودي حاجه فخر بالاخر. لازم تجربوها وتدعولي بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وتجربوا احلى كريمي دي ولا سلام عليكم.